انا وثنتين صحباتي واثنين اصحابنا. طيب المهم وقفنا واحنا رايحين جنجل لاند في الخط السريع على اليمين، كذا في جمل مرة كثير كذا حاطينهم عشان الناس تيجي تشرب حليب وتشتري حليب حق الجمل. المهم فالولد ايش قال ايش رايكم؟ اثنين صحباتي واثنين اصحابنا يعني شباب. المهم قال الولد خلاص وقفوا خلينا نشتري شو اسمه حليب جمل ونشرب حليب جمل كذا عشان هم مرة بدويين. المهم لما وقفنا زي كذا بعدين اصلا الجبل مرة يخوف، حاطينه كذا زي شبك عشان ما كذا يصير هايج. لما راحوا قالوا لي تعالي انت جربي سوي كذا اضغط حلمات الجمل عشان ينزل الحليب. بس شو اسمه انا مرة خفت، قلت لا خلوني برا الشبك عشان خفت مرة كذا مرة كبير اصلا مرة طويل. جاري بالتاك انفايتس. المهم هو مرة طويل ومرة لما كذا اوقف جنبه يعني يدوب كذا صدره بطنه كذا عند راسي، يعني مرة يخوف، يمكن لو يرفسني كذا مرة أصير مريضة. المهم المهم بعدين هو الرجال راح ومسك الحلمات قاعد يضغط 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 يضغط، وبعدين شو اسمه ما نزل حليب، ما نزل. بعدين راحوا جابوا الجمل النونو حقها جابوه وكذا وهو قاعد يسوي أصوات مرة غريبة وجابوا الجمل النونو وخلوه كذا يرضى وبعدين نزل الحليب. لما نزل الحليب وخروا الجمل النونو وبدأ يزعل الجمل النونو ويسوي أصوات مرة كذا مو حلوة. بعدين حطوهم بعيد كذا في قفص ثاني شبك ثاني يعني، وجابوا الفيري طيب وغسلوا صدرها والحلمات حقتها. بعدين لو كذا يضغط ونزل حليب جابوا حليب وكذا طلع فيه رغوة مرة كثير، انا حاسبه صابون. بعدين قلت لا كيف اشرب صابون اصلا يوم انتوا تغسلوا بالفيري وبعدين تنزلوا حليب كيف يعني كذا رغوة وكذا. بعدين شربته اقنعوني شربته. وبعدين لما جينا خلاص ركبنا السيارة ونبي نروح جنجل لاند في الطريق كذا احس بطني مرة مغص يعورني. بعدين رحت رجعوني قلت لهم بسرعة رجعوني البيت، ورجعوني البيت وبس. هو هذا يومين في الحمام وانا بس اسهال وبطني يعورني ومغص واسهال وبطني يعورني، خلاص مرة تعبت. حلفت اصلا مرة ثانية ما عاد اشرب حليب جمل لو ايش، والله ابدا. لكم فيفا تبوك لكم.